وبركاته. حياكم الله إخواني الكريم. نحن الآن بسوريا في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال. اليوم 10 من شهر فبراير، 10 من شهر الثاني 2023. فأخوكم من الجزائر بين إخوانه السوريين. إخواني، معكم عبد الحميد أحمد ساخي من دائرة سيدي علي ولاية مستغانم الجزائر. فالآن وأنا قدمت اسمي وبينت شخصيتي لكي لا يقول لي والله أنت مو جزائري تنتحل شخصية الجزائري لكي تشوه صورة الجزائري. بس رسالة واحدة فقط أريد أن أوصل للشعب الجزائري. الشعب الجزائري الآن في مواقع التواصل الاجتماعي يفتخرون ويقولون نحن أول دولة عربية ساعدت الشعب السوري وأرسلنا 3 طائرات، وهذا كله كذب. الطائرات ذهبت عند النظام. يا إخواني في الجزائر، أحبتي في الجزائر، ربما أنتم مش فاهمين الوضع هون. في سوريا في منطقتين أو 3 مناطق. سوريا الآن مقسمة في شيء اسمه المحرر. الشعب السوري يعيش في منطقة اسمها المحرر التي حررتها سواعد المجاهدين وسواعد هذا الشعب الأبي المناضل المجاهد. وعندنا مناطق عند النظام، عند بشار السفاح في حلب ودمشق وسائر الطائرات المساعدات التي ذهبت من الجزائر ذهبت إلى بشار، إلى مطار حلب الدولي، وساعدت هناك النظام معه. يا إخواني الجزائريين افهموا بالله عليكم، نتكلمكم باللهجة الجزائرية مشان تفهموني. اسمعوا يا أخوتي، هذا الجزائر عاونت النظام. اسمعوا، النظام عنده الكيماوي، عنده روسيا وإيران والروس، وعنده كل البلاوي يساعدونه. الآن هذا الشعب المسكين، صور المخيمات، صور الشباب، صور الأولاد، صور هذا الشعب المسكين، يعني ما له غير الله عز وجل. هذا الشعب المسكين يا إخوة، والله لو ترون النظام الآن يتاجر هذه القضية، قضية الزلزال. يأتي بمقاطع من المحرر عندنا ويقول للعالم الخارجي أنه عنده في مشان لأجل يأتي بالمساعدات. فإخواني بارك الله فيكم لا تخلطوا الأمر. الله المستعان. فإخواني بارك الله فيكم حفظكم يا إخوان الجزائر، لا تعلقوا على مواصل التواصل الاجتماعي وتقولون والله ساعدنا، والله احنا يعاوننا السوريين. عاود بشار السفاح. هذا بشار السفاح يقتل الشعب، يقصف الشعب، يقصف الأولاد. ولد مثل هذا شوف مسكين، شوف صور له رجله، شوف ما عنده حتى بايش يمشي. سبحان الله. جيت تقول لي والله عاوننا الشعب السوري، ما عاونت ولا شيء، عاونت الحكومة، عاونت النظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دائما أبو أحمد الجزائري من سوريا. كثير من الجزائريين يقول أنتم معلش تتكلموا على الجزائر بالنسبة لقضية الجزائر مع سوريا وما حدث يعني أثناء الزلزال وبعد الزلزال. شفت بعض الفيديوهات الجزائريين يقول أنتم حاقدين على الجزائر وليش الجزائر ومؤامرة ضد الجزائر. هذا اللي في راس بعض من الشعب الجزائري. دائما احنا الجزائر مؤامرة علينا، وإحنا دائما الجزائر مستهدفة من بعض دول الجوار وبعض الدول الأخرى. هذا مرض ركبكم في راسكم. ليش الجزائر مستهدف؟ ليش؟ ايش الفرق بينك وبين السعودي وبين القطري وبين الكويتي؟ يعني انت عندك نخوة، عندك رجولة. حتى السعودي والقطري والكويتي والتونسي والمغربي عنده نخوة وعنده رجولة. ليش؟ يعني انت والله بعث طائرات البشار تفتخر بهذا؟ نورمالمون تحشم على روحك. عاونت بشار المجرم، نورمالمون تحشم على روحك. ونحن نقاتل الإرهاب، ونحن ضد الإرهاب الذي يقاتل بشار. بشار صار ما شاء الله مسالم. هذا النصيري الذي أتى بالروس وإيران وكل زبالة الدنيا يقاتلون الشعب المسلم، هذا الشعب السوري الذي كل الدنيا ضده. تقول والله إحنا نفتخر. وعلاش يمسك التليفون هيك ويصور إحنا علاش ضد الجزائر؟ الإعلام يفتخر بأن شوف القلة التي ساعدت بشار، الدول القلة التي ساعدت بشار. مثال لنفترض نقول الأردن ساعد النظام مثال، أو بلد آخر تقولون أنهم ساعدوا النظام. أنا ما شفت أردني واحد ولا سعودي ولا ما أعرف إيش خرج على الإعلام قال
احنا ساعدنا النظام واخترقنا اخترقنا الحظر الجوي، واحنا ضد ما اعرف ايش، واحنا مع النظام، واحنا مع سوريا ضد الارهاب. زعمتم، بل والله كذبتم. تقولون الحظر. خذكم 12 سنة السوريين، 12 سنة وهم يقتلون. شع الجرائم، شع المجازر، مجزرة بنياس، مجزرة خان شيخون الكيماوي، مجزرة حصار الغوطة، مجازر. ما تكلمتوا، ما قلت نحن نندد، على الأقل نحن نندد حكومة وشعبا. ما قلت نحن نندد بهذه المجازر. ما قلت إيش الروسي يعمل هون في سوريا، إيش جاب حزب الشيطان وإيران إلى سوريا. بس إحنا الجزائر نفتخر أنك تعين هذا السفاح. أنت ما أعنت الشعب يا رجل. افهموا يا أخوتي الجزائريين، فهموا هذه النقطة. أنتم ما عاونتوش الشعب اللي عند بشار. المعونات والمساعدات والطائرات اللي بعثوا أخذتها إيران وحزب الشيطان وشيعة العراق وشيعة أفغانستان، قسموها. يعني مالكم يا الجزائريين؟ تعب جبينكم أخذوا هذو الشيعة الخنازير. وخليتوا خوتكم في المحرر، عوض الطائرة تنزل في تركيا وتدخل عبر المعابد لخوتكم، رحتوا عاونتوا جمعية البركة. بس جمعية البركة اللي جات هون المحرر، والله أعلم إذا جات، الله أعلم إذا جات. بس أرسلتوا لي حماية مادية مع الكلاب باش يجيبوا جثث الموتى. وخليتوا الكلاب الكبار، تركتم الكلاب الكبار، الكلب بشار وبوتين وأعوانه المجرمين القتلة. وجاي تقول لي والله ليش أنتم ضد الجزائر؟ أنا جزائري ضد الجزائر في هذه النقطة. أقول في هذه النقطة، فإخواني بارك الله فيكم، أنتم مش عارفين القضية السورية كيف والأمور، كيف تقسيم سوريا، ماذا يعمل النظام في شعبه، ماذا يعمل النظام في سجونه، ما راكم عارفين. بس احنا الجزائر نعم نفتخر أننا الجزائريين نفتخر، لكن أخوك المسلم يقتل ويذبح ويضطهد ويشرد ونزوح وفوق رجوع. ما تكلمت عليه في حياتي. ما سمعت واحد جزائري قال روسيا ايش تعمل في سوريا، ما سمعت إلا القليل، الرجال الأبطال الذين يقولون كلمة حق. والشيعي العراقي والشيعي الأفغاني، أفغانستان، شيعة أفغانستان فاطميون جاو هون يقتلون أهل السنة. وإحنا الجزائر إيش حدود؟ هذه حدود فقط. أنت مسلم بدك تناصر الأخ السوري المسلم السني ضد هذا الشيعي، مو تجي ضده. والجزائر تدعو، أول دولة تدعو إلى رجوع سوريا إلى القمة العربية. والجزائر قال الوزير الجزائري قال نحن مع سوريا، النظام ضد الإرهاب. صار هذا الشعب، الأطفال يقتلون، أشلاء، صاروا إرهاب. بالله عليك يا أخي الجزائري، لا تخرج على الفيديو وتقول لي والله إحنا الجزائر وعملنا. بالعكس، أنتم وقفتم مع الظالم ضد المظلوم، وقفتم مع الظالم ضد هذا الشعب وضد الأطفال وضد النساء وضد هذا الشعب المضطهد. ولكن بإذن الله النصر سينطلق من سوريا. ليش؟ من الشام. ليش؟ لأنه يا إخوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد على هذا الله عز وجل يربي أهل الشام لأمر عظيم. أهل الشام يدافعون عن أمة، والله العظيم. المد الفارسي استجب شيعة العراق. ليش؟ لأن إخوة مع بشار، بدهم المد الفارسي. والله المد الفارسي إذا وصل إلى مدينة والمكة قل علينا السلام. لكن هذا الشعب يدافع عن أمة كاملة بإذن الله عز وجل. ومع هذا احنا ضده. عوض أن أقف مع أخي المسلم السني، لا والله أنا ضده. احنا شادرت في الجزائر، شادرت للشعب السوري. الكلام بلا 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 هدرة، الله المستعان. الله يهديكم، والله الله يهديكم يا أخي. احنا على الحق إن شاء الله. احنا إرهاب، نعم إرهاب، نرهب أعداء الله، نرهب الشيعة، نرهب النصيرية بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.